ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل قوارب صحيه مشبعه جدا جدا وبجد سهله قوي. ما فيهاش بقى ولا تخمير ولا عجن ولا حاجه من الحاجات دي خالص. كمان بقى بتبقى مقرمشه من الاطراف وطريه جدا من جوه. تقدروا بقى تحطوا الحشوات اللي انتوا عايزينها. مشبعه جدا، حلوه قوي للسحور لانها مشبعه جدا جدا. كمان حلوه لو هنعملها وجبه رئيسيه في الفطار مع شويه سلطه، بتبقى خطيره. لما تحضروها لازم تحضروا مع كوبايه شاي لانها بتبقى رهيبه مع كوبايه شاي. اول حاجه عندي كوبايه من البطاطس المسلوقه، دي حوالي بطاطسايه وسط. سلقتها وهرستها هرسه كويسه جدا، سبتها تبرد بس شويه. بعد كده حطيت عليها البيضه، هقلب كويس كده البيضه مع البطاطس. بعد كده احط بقيه المكونات، هحط بقى رشه من الملح والفلفل الاسمر، وهحط معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهحط معلقه كبيره من الخل عشان ميبقاش فيه اي زفاره للبيض، وهحط معلقتين كبار من زيت زيتون او اي زيت انتوا بتستخدموه. وهقلب كويس كده المكونات دي مع بعض. بعد كده هنزل عليهم بكوبايه من دقيق القمح الكامل. وهبدا اعجن كده لغايه ما تبقى العجينه كده طريه، ما بتكونش بتلزق في الايد، وفي نفس الوقت ما تكونش صلبه كده، تكون العجينه طريه جدا. لو احتاجتوا معلقه او معلقتين كمان من دقيق القمح الكامل ابداوا زودوا، بس ما تزودوش اكتر من كده عشان ما تكتموهاش وتطلع كده خفيفه من جوه وهشه. بصوا العجينه بتطلع طريه جدا، شايفين ازاي؟ لازم توصلوا للقوام ده. لو لقيتوها مش عارفين تشكلوها بسهولة، سيبوها ترتاح بس 15 دقايق وتشكل معاكم بمنتهى السهولة. انا بليت ايدي كده بلة زيت بسيطة وبدأت اشكل فيها على طول، ما سبتهاش ترتاح. وهبدأ بقى اشكل شكل القوارب كده زي ما انتم شايفين. انا فصلت العجينة او قسمت العجينة على نصين، لكن هيطلعوا لي كده شكل قواربين كده حجم وسط. لو انتوا عايزين تغيروا الشكل تقدروا بقى تقسموا العجينة على 4 او على 3 زي ما انتوا تحبوا تقسموها. المهم بقى ان انتوا تشكلوها زي ما التشكيله اللي انتوا تعجبكم. انا شكلتها شكل القوارب كده، برفع الحواف على قد ما بقدر كده، و ببطط كده النص عشان ما يبقاش تخين وفي نفس الوقت ما يبقاش خفيف قوي ويتخرم من تحت كده. وانا بحط الحشوه الاقي الحشوه نزلت على الصينيه. في صينيه بقى تكون مدهونه زيت رشه دقيق، او تكون حاطين ورق زبده زي ما انتوا عايزين. هوريكم شكل اقرب بقى للقارب واحنا بنشكلها، وزي ما قلت لكم تقدروا تغيروا الشكل زي ما انتوا عايزين. انا بدي فكره وانتوا بقى شكلوا زي ما انتوا تحبوا. كمان الحشو تقدروا بقى كمان تغيروا الحشو زي ما انتوا عايزين. انا حشيت جبنه بيضة على شوية جبنة شيدر او شوية جبنة رومي، وعليهم شوية خضار جزر مبشور، فلفل رومي احمر واخضر. ما حطيتش طماطم. بقى تحطوا الحشو اللي انتوا عايزينه، ممكن كمان تحطوا حشو سبانخ مع اجبان، فراخ مع اجبان، لحمة مفرومة. احشوا بقى الحشو اللي يعجبكم. هنكون كمان مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 لمدة، هندخلها لمدة حوالي ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير حسب الفرن بتاعكم، ما بتاخدش وقت نهائي. هبدأ بقى احشيها حشوة الاجبان بتاعتي مع الخضار. برضه قلت لكم تقدروا تغيروا الحشو زي ما انتوا عايزين. بعد ما هحشيها كويس كده، اهم حاجة تحشوا القوارب او العجينة بتاعتكم تحشوها حلو كده عشان ما تبقاش فاضية. بعد كده دهنت من على الاطراف كده دهنة حليب، ممكن كمان تدهنوها دهنة بيض، بس بدهنة حليب بتبقى ألطف بكتير. بعد كده زينتها كمان بشوية بقى حبة بركة، سمسم. برضو الإضافات اللي من على الوش دي تقدروا تتحكموا فيها وتغيروها زي ما انتوا عايزين. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من 15 تلت ساعة بالكتير قوي حسب الفرن بتاعكم، ما بتاخدش وقت نهائي. وده كده شكلها، مش قادره اوصف لكم شكلها وريحتها من قبل ما تستوي خطيره. كمان لما بتستوي بقى طعمها وشكلها وريحتها والاجبان بقى كمان مشكله بجد، طعمها حلو قوي. لازم تحضروا معاها كوبايه شاي لانها بجد بتبقى خطيره. اتمنى بجد تعجبكم الوصفه، اتمنى تجربوها لانها فعلا مشبعه قوي، حلوه جدا للسحور في رمضان. زي ما قلت لكم كمان حلوه جدا للفطار لانها فعلا مشبعه مع شويه سلطه كوبايه شاي، حاجه كده بتبقى في منتهى الجمال. وصفه سهله قوي وبسيطه لكنها مشبعه جدا. لو جربتوها انا واثقه ان انتم ممكن تجربوها كذا مره للسحور في رمضان، كمان للفطار بعد رمضان.
بتبقى خطيره بجد مع كوبايه شاي. اتمنى تكون عجبتكم الوصفه، اتمنى تجربوها لانها فعلا مشبعه وصحيه وطعمها خطير. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوها لايك، ما تنسوش تشتركوا في القناه لو انتم مهتمين بالاكلات الصحيه، والف هنا مقدما.